الصينية دي فيها ايه يا بنات؟ اللي يعرف يكتب لي في الكومنتات. فيها احلى حاجة وسهلة وخفيفة، مش هتاخد معاكي ولا وقت ولا مجهود. انا بتاع الخفيف كله. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. بيفيد عندك رغيفين من العيش الفينو اللي فايضين من سندوتشات الولاد، ومحتارة تعملي بيهم ايه؟ انا جبتلك الطريقة وهتبطلي تحتاري تعملي بيهم ايه. رغيفين من العيش الفينو ومعاهم بيضتين هنعمل بيهم احلى تحلية، هتجنني بيهم كل اللي هيدوق. يلا بينا على المقادير. رغيفين من العيش هنقطعهم معانا في الخلاط، وهنحتاج عليهم كوبايتين من الحليب الدافي، وهحتاج معايا كمان نص كوباية من السكر، وهحتاج بيضتين وهنرشة من الفانيليا. بس كده والله، بس كده. واضرب بقى كل ده في الخلاط لحد ما الخليط معايا يتضرب تماما ويبقى ناعم زي ما انتوا شايفين كده. اركنه بقى على جنب واعمل معايا بقى صوص الكراميل الخطير في البيت، وما تخافيش هيطلع منك جميل جدا. هجيب معايا طاسه وكوبايه من السكر، احطها في الطاسه على نار متوسطه واسيبه ما اجيش جنبه خالص. اوعي تيجي جنبه، انا بقولك اهو. لحد ما احس ان الحوالين بتاعتي ساحت اهيت وعملت معايا لون بني شويه، اخد بقى واقلب بقى بقلب جامد. ما تخافيش، قلبي يا بنتي. ايوه قلبت اهوت معايا لحد خلاص بقى. ما تخافيش، لو كتل معاكي ما تخافيش، هو هيفك. افضلي انت بس قلبي وخليكي واقفه عليه، افضلي قلبي فيه لحد ما بقى معايا زي ما انتوا شايفينه كده. خليط كراميل ده بقى ولا صوص كراميل ولا لا؟ احلى صوص كراميل وسهل كمان. هجيب بقى معايا الصينيه بتاعتي اللي هقدم فيها، اي صينيه عندك عايزه تقدمي فيها. حطيت معايا صوص الكراميل قبل ما يبرد معايا عشان ما يتجمدش، وبالفرشه بقى كده دهنت بيه الصينيه بتاعتي، ونزلت معايا بالخليط. وجبت معايا صينيه تانية بقى وحطيت فيها ميه مغليه كده لحد ما الصينيه بتاعتي نصها كده بقت كلها ميه مغليه. بس اوعي تلمس الخليط بتاعنا. وادخله بقى معايا الفرن على درجه حراره متوسطه، هياخد نص ساعه وهيطلع معاكي احلى تحليه جميله وسهله جدا. شايفين؟ عايزه تعينيها في التلاجة يعني. انا بصراحه ما قدرتش اعينها في التلاجة، انا مسكت السكينه مشيتها من الجناب كده علشان تتفك معايا، وجبت بقى الطبق بتاعي وقلبتها احلى حاجه. وانت بتقلبي وتحس ان اختراعك نجح وبقى جميل معاكي. شايفين؟ قلبتها هي نزلت معايا وهي سخنه كمان وجميله جدا. انا المفروض اعينها في التلاجة، بس انا قلت بقى ايه، هقدمها وهي سخنه كده هتبقى جميله، تنفع معاكي في الصيف وتنفع معاكي في الشتاء. شايفين جمالها؟ يا خرابي يا بنات على طعمها الجميل، رهيبه. جربوها وقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير.